بسم الله الرحمن الرحيم. حلقة اليوم بإذن الله عز وجل خاصة بتقبيل يد الأب ويد الأم. أنا مش متخيل إنسان أبوه وأمه اعتنوا به وربياه ويستنكف أن يقبل يد الأب والأم. يعني صعبة شوية. هل استنكاف؟ هل استكبار؟ هل كسل؟ أو هل هم كل يوم معايا؟ لا، اجعل ديدنك إنك تقبل يد أبوك ويد أمك، وإن استطعت أن تقبل رأسهما وقدميهما، فدول نعمة في الدنيا، والإيد دي نعمة ربنا ما يحرمك منها ولا من إنك تقبلها أو تطاطع عليها وتبوسها، حتى وإن ظلماك، حتى ولو كانوا فيهم البدع. هو الأب والأم أب وأم. ربنا لما وصى عليهم، ما وصى على الوالدين، لم يقل بشرط يكونوا طيعين وبشرط يكونوا محترمين وبشرط يكونوا قاعدين على السجادة بيصلوا. لا لا لا، ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. الإحسان من ضمن الإحسان إنك تقبل يد أبوك وأمك كلما رأيتهما. هذا بيشرح صدرهما وبيدخل السعادة على قلبيهما. تخيل أنت أب وابنك أو بنتك بيحب إيدك، هو لما قبل إيدك هو قبل قلبك من الداخل، بيقول لك أنا مذعن إليك، أنا بحبك، أنا بحب إيديك، بشرتك دي ربنا ما يحرمني منها. ولم أرى في الحياة طالبا أو رجل أعمال أو إنسانا متميزا أو إنسانا بسط الله له الرزق أو الصحة أو راحة البال أو البركة في العيال إلا وكان له في بر الوالدين نصيب. ومن بر الوالدين تقبيل اليدين. تقبيل اليد دي نعمة ربنا ما يحرمك منها، مش هتحرم منها إلا لما يموتوا. والأب والأب يفرقوا الحياة ومشوا، مش هتلاقي إيد تبوسها. فدي دعوة مني لحبايبي، إيد أبوك وأمك لا تجعل يوما يفوتك حتى تقبل يديهما. ونصيحة وانت رايح تصبع عليهم أو عارف إنك أبوك وأمك هيقابلوك في اللحظة دي، يا ريت تيجي لو عندك شوية ريحة أو برفان وتيجي حاطط هنا كده في إيدك كده، بحيث وانت بتسلم وهم بيحبوك هنا أو بتقرب منهم يشموا منك ريحة حلوة طيبة. دي والله أقسم بالله من بر الوالدين. وبر الوالدين عند الله كبير جدا، واللي ربنا بيرضى عنه في السماء أبوه وأمه يرضوا عنه في الأرض. واوعى تنافق وتلعب على وتر بر الوالدين، إنك تعمل أي حاجة عشان تظهر إن أخوك أو أختك مش كويسين، أو إن أنت أحسن منهم، أو إن أنت أعلى منهم في البر مع أبوك وأمك وأبويا وأمي. لا لا لا، أبويا وأمي يا أخواتي والله عاملين لهم غم وعاملين لهم عكس ومش عارف إيه. لا لا لا، ده أنت ممكن أخوك يكون بيعمل له حاجة أنت ما تقدرش عليها وتبقى بسيطة جدا، بس دي من أبر البر عند الله لأنها خالصة لوجه الله. وربنا بيقول لك إن كنت أنت خبيث أو أنت محترم أو أنت صالح وبتعمل كده لله، يقول ربنا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. ربنا عارف أنت بتعمل إيه كده ليه، نيتك إيه؟ نيتك عشان الفيزا بتاعتهم تاخدها؟ نيتك عشان الأرض بتاعتهم اللي أنت عايش في خيرها؟ عشان المعاش الكبير اللي أبوك وأمك بياخدوه، أو الأرض بتاعتهم أو المزارع بتاعتهم أو المحلات بتاعتهم،
فانت بتعمل انك انت يعني طائع لهم، وانت تحت الامر والطوع وكل حاجه عشان خاطر انت عارف عايز ايه. ربكم اعلم بما في نفوسكم ان تكونوا صالحين. ربنا عارف انت غرضك ايه من تقبيل يد ابوك وامك، هل عشان لربنا او عشان مصلحه هتيجي من وراهم. انت عارف بتخدمهم في العايه ليه، او بتجيب لهم حاجتهم اكلهم وشربهم وتجري في حاجتهم ليه؟ لله ولا عشان مصلحه؟ عشان يشيلوا معاك في همك وغمك وحالك وعيالك ومالك، ولا عشان ربنا؟ اقسم بالله احنا في خطر عظيم، وربنا هيسألنا عن برنا بالوالدين. هل اللي انت بتعمله لله ولا مش لله؟ ويا ريت اللي عنده اب وام كبروا في السن يخفف عنهم الضغوط، وما يشيلهمش همه، وما يشيلهمش غمه، وما يشيلهمش احماله. هم عايزين اللي يشيل عنهم احمالهم، هم عايزين اللي يشيل عنهم اثقالهم. طب ما انتش قادر تعمل لهم ده، خف عنهم يا عم، خف عنهم عشان ربنا يخف عنك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.